نرجع لموضوعنا النهارده. النهارده جبنا لكم الريدمي 14 سي اللي باقي من المعالج اللي هو الجي 81 الترا. هذا التليفون قدامك، يا رب يكون الكاميرا جابته عملت عليه عزل صح. التليفون ده زي ما انت شايف والله العظيم قهمه فدي 2 كيلو هو بالكرتون يا قهمه. شاشته 6.9 انش داخل على حجم تابلت. انت متخيل معك تابلت في جيبك؟ التابلت في تابلتات دلوقتي 7.1 انش، انت عندك التليفون ده 6.9 انش يعني اقل من 2 انش تقريبا. انت متخيل تابلت في جيبك؟ التليفون ده باقي شاشه فول اتش دي بلس، يعني جوده حلوه مش وحشه على شاشه كبيره. عندك ثاني حاجه كاميرا في الخلف 50 ميجا بكسل، لا مش كده بس، كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 13 ميجا بكسل. يعني نظام كاميرا الثلاثي حيريحك في التصوير، بس للاسف بيدعم 1080 مش 4K بس، عشان سعره اللي هقوله لك في اخر الفيديو انت مش هتلاقيه في حته ثاني. لو قعدت تدور من هنا لبكره مش هتلاقيه في حته ثاني، حتى بعد خصومات كثيره على امازون وعلى نون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. هقول لك التليفون ده اللي هو 628 النسخه اللي معانا بيلاقي بسعر 6800 6900 او 7 كمان، ويقول لك معمول عليه عرض. السعر اللي انا هسيبه لك في اخر الفيديو مفاجئ، ممكن اسيبه لك في اخر الفيديو او في اول تعليق مثبت. مستحيل تلاقي السعر ده باي حته. عندك مدخل شحن تايب سي، شاحن 18 واط، بطاريه 5100 ملي امبير او اكبر، يعني تليفون مستريح جدا هيكمل معاك اليوم مستريح. انا نسيت اقول لك في مشاهده المحتوى انت مش محتاج لتابلت الثانويه والعامه اصلا لو معاك. انت متخيل مش محتاج لتابلت لو معاك التليفون ده. التليفون ده هيحل محل تليفون وتابلت. واحد حجم الشاشه بتاعته بسم الله ما شاء الله، بص كده اهو. اللي نسينا ما نقوله انك تقدر تعمل رام بلس لحد 12 جيجا، بدل 6 جيجا رام تقلب معاك بال 12 جيجا، يعني عندك رام بلس 6 جيجا ثاني، وده هيسرع من اداء التليفون اكتر واكتر. رغم ان المعالج اللي فيه جي 81 الترا. التليفون ده هتلاقيه عند العالميه ستور او اوب العالميه امام فرن حامر راي الغني على التعريف. فما تنساش تعمل لايك واشتراك وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش ان احنا بننزل عروض واسعار حصريه. سعر التليفون ده 6100 جنيه بس، بدل الاسعار انت بتشوفها 7100 و6900، يعني عندك خصم 1000 جنيه كامل على الجهاز ده. وجيت قلت له انا من طرف عبد الله رجب هتاخد الجهاز ده ب 6100 جنيه بس. سلام يا رايق. بس اهم حاجه في اخر الفيديو بس تنساش تصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام.